واحد زي ابراهيم عيسى يقول ما افرحش يعني اقطع شراييني علشان خاطر الفلسطينيين بينضربوا. غزة بتتضرب، فالمفروض بقى ان كل مواطن متعاطف ياخد موس ويقعد يجرح في جلده بقى انت راجل ما عندكش دم، والله ما عندك اي دم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه العام الجديد ومناسبه اول حلقه في الموسم الثاني لنا. يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، ونتمنى ان هو يكون عام جيد، وان كانت بعض المؤشرات بتقول العكس، يعني زي ان احنا معظم المصريين اتفاجئوا الفتره اللي فاتت برسائل كتيره بتوصلهم على الموبايل بتاعتهم. طبعا كل شركات اتصالات الموبايل زودت الباقات بتاعتها السعر يعني. شركة وي كمان زودت باقة الإنترنت 30%، ولما تيجي تسأل طبعا شركة تقول لها ليه زودت، بتقول لك أنا ما زودتش، ده هو كل الموضوع إن الدولة حطت فرضت ضريبة فإحنا فرضناها عليك. ترحيب من الرئيس في بداية الولاية الجديدة بتاعته، بيصب علينا كده زي الولاية اللي فاتت، فاكرين لما عمل صندوق إيه صب على مصر بجنيه، فهو برضه بيصب علينا، بس المرة دي بقى إيه من خلال الشركات. بس هو اللي فاضل إن هو إن يوقف المواطن في الشارع ويمد إيديه في جيبه. ما اتكلمش على الرئيس، بتكلم على الحكومه بصفه عامه، وان كان على راسها الرئيس، ما هي الحكومه تحتها النظام، يعني تحت النظام، فاللي فاضل انها تفتشه. فلو قلنا ده هيبقى اسلوب يعني ايه جريء منها شويه، لا فهي بتفتشه بطريقه تانية، اللي هو ايه الضريبه هنضيفها عليك في شركة التدخين أو في شركة الشاي أو السكر أو السلع أو الاتصالات أو التكنولوجيا أو كده. ياخدنا السياق كمان لايه احتفالات رأس السنة، واللي اتكلم عنها معظم الإعلاميين وأثارت الحقيقة قضايا غريبة مريبة تافهة جدا زي اللي عرضناها في الأيام اللي فاتت، زي قضية روبي اللي هم اللي متابع معايا من حضراتكم، كان في حلقة حطيناها على القناة بعنوان الإلهاء، يسمعها بتقول بتشرح الكلام اللي المفروض اعيده تاني دلوقتي، ولكن هلخصه بحته ان احنا هنلهي المواطن في حاجه تانية. يعني ان كان في زياده اسعار حصلت، بنزين زياده في فواتير الكهرباء، زياده في معظم السلع، فاحنا الاعلام بدل ما يطلع يتكلم على ده، لا طالع بيتكلم عن روبي وعملها ترند وقصه وبعد كده المشكله ان هم بيتكلموا ويعترفوا هي روبي كده، وهي روبي من ايام العجله ومش جديد على روبي الكلام. طب لما انتوا عارفين ان مش جديد عليها وان ده موضوع عادي بالنسبه لها، ليه عملتوها ترند وسبتوا المهم واتكلمتوا في الحاجات التافهه؟ طبعا مش عايزين ننسى اخواتنا الفلسطينيين في احتفالاتنا في راس السنه. ما بنقولش ما نحتفلش، نحتفل، ولكن نراعي ان في ظل ما انا ماسك بالونه في ايدي او بتعمل اللي هي بتطلع نار او عامل احتفال بشكل يعني عايزه يكون مقنن، لان ده نفس الوقت اللي انا بفرقع فيه بالونه لابني عشان يفرح او بعمل الكلام ده، هو في قنبله بتتفرقع عنده، هو ده الاحتفال بتاعه. صامدين، ربنا يقويهم ان شاء الله ويقوي عزيمتهم، وربنا ينصرهم ويكون النصر حليفهم، ونتمنى قريبا سماع اخبار جيده من الحرب دي ان فضت. يطلع لنا واحد زي ابراهيم عيسى يقول ما افرحش يعني اقطع شراييني علشان خاطر الفلسطينيين بينضربوا. انت حضرتك يا استاذ ابراهيم لو قطعت شرايينك انت خنزير، يعني لو قطعت شرايينك دي هتنزل حاجه سودة مش هتنزل دم، تعبيرا عن ما بداخلك. ما يكونش حتى يعني انت كده بتهاجم، انت مش بتدافع او مش بتبرر قضيه الاحتفال براس السنه. لا ده انت كده بتهاجم. لازم طبعا نراعي ان دول اشقائنا واخواتنا العرب المسلمين الموحدين بالله في محنه وفي ازمه، واحنا مش قادرين نوفر لهم المساعدات الكافيه، فكمان على الاقل الكلمه الطيبه، مش ان انا اطلع اقول اقطع شراييني عشان خاطر الفلسطينيين بينضربوا. انت راجل ما عندكش دم، والله ما عندك اي دم، لو قطعت شرايينك مش هتنزل دم. محمد صلاح هيحصل له ايه؟ طب محمد رمضان هيكون كويس ولا لا؟ طيب مصر هتبقى عامله ايه في الست شهور اللي جايين؟ طب مصر هيبقى حلقه، طب الدولار هينزل ولا يعني اتجهنا للدجل عشان نبقى ايه او الالهاء بطريقه غريبه. ده تفنن في ان احنا نلهي المواطن عن الغلاء اللي عمال بيحصل ده. احنا يا دوب ابتدت السنه لقينا بدل ما يخبط على الباب يقول لك هنغلي الكهرباء او بتاع، قال لك يا عم بص مش رسائل، رسائل على الموبايل، كل شويه موبايل يرن، شركه كذا زودت، شركه كذا زودت، شركه كذا زودت. انا والله كان نفسي الرسائل اللي وصلنا على الموبايل تبقى رسائل تهنئه وتبقى رسائل معايده وتبقى رسائل بان احنا رفعنا الحد الادنى للاجور لمثلا ما يتناسب مع حاجه المواطن.
والغلاء الموجود ل10,000 جنيه ولا 6,000 جنيه حتى الحد الأدنى للأجور أو كده. ومثلا بمناسبة تولي الرئيس فترة ثالثة، وثالثة دي نشد تحتها كذا خط، مثلا كان ده المتوقع ان رسائل زي كده هي اللي توصل، مش شركة كذا غلت الأسعار الكهرباء وشركة وي غلت أسعار الإنترنت، ثم نغلي ليه أسعار الإنترنت. كان المقصد من الحلقة دي حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى اللي حصل طريقة كلام إبراهيم عيسى عن فلسطين، وان ازاي ان احنا ما نحتفلش وانا هنقطع شراييني وكده. والحاجه التانية الاتجاه اللي بياخدنا ليه الاعلام، اللي هو بيبرر الغلاء بالمواضيع التافهه، من روبي للكوتشينه وفلان هيحصل له ايه وعلان هيحصل له ايه، نفس الوقت اللي هم بيتكلموا فيه عمال. كمان علاوه على كده الكهرباء زاد قطعها ساعه، يعني عندنا اصبح 3 ساعات بعد ما كانت ساعتين. هل هذا سيكون حال مصر؟ نتمنى، وانا قدامكم اتمنى من الله ان الحال ده يدوم، ومحدش من المشاهدين يقول لي الله انت يا عم غير عاقل، يعني انت بتتمنى ان الوضع الغلاء اللي احنا وصلنا له ده يدوم. يا رب يدوم بس يثبت، لان حضراتكم اللي احنا داخلين عليه يعني بداية كده السنة المبشرة اللي هي يدوب بس اول ما فتحنا فيها يوم كده ولا 2 ده حصل. فاللي باين من الاقتصاد والمؤشرات بتاعتنا العالمية وفي البورصات وغيره وغيره تدل على ان حال المواطن المصري هيسوء لأبعد الحدود. انا والله مش جاي انكد عليكم ولا حاجة، انا بالعكس حابب افرحكم، نفسي اشوف حاجة كويسة ان انا اقولها او حاجة ايجابية ان انا اقولها، وانا هقولها والله على طول. الايجابي هنقول عليه ايجابي، والسلبي زي اللي بنشوفه بنقول عليه سلبي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة سعيدة علينا وعليكم ان شاء الله.